سأقرأ المناسبة. منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي ولدمها وكثر الوغى إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. الله الوطن الملك. سيدات والسادة النواب المحترمين، من فضلك سيد النائب، سيد الرئيس، السادة النواب من فضلكم، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير المحترم، مساء أمس حقق فريقنا الوطني المغربي لكرة القدم انتصاراً ثميناً وخطوة استثنائية وتابة في إقصائيات بطولة العالم 2022 بقطر. انتصار هز الأركان كلها وحرك السواكن وملأ القلوب بالغبطة والسرور وكلل المغرب بالاعتزاز والفخر. انتصار خرجت في إثر جماهير أمتنا العربية المغربية في الشوارع والساحات يتقدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ومن فضلك وهو يرتدي قميص فريقنا الوطني وتحفه فئات وشرائح وأجيال من أبناء وبنات شعبه الوفي الصادق الأمين. انتصار استحق من أجله المغرب العظيم أجمل التهاني وأطيب المتمنيات من أشقائه وأصدقائه من جميع بنات وأبناء وطننا العربي وقارتنا الإفريقية، معتبرين هذا الفوز الكروي الرياضي الأنيق انتصاراً للعرب والأفارقة. والحق أننا في مجلس النواب فخورون بهذا المنجز التاريخي الكبير وبهذا التأهل إلى الأدوار القادمة، ونعتبره تتويجاً لمسار من التخطيط والأداء المنهجي وبناء رؤية وطنية واضحة وطموحة في المجال الرياضي، وخصوص في حقل كرة القدم، وذلك بدءاً من التوجيهات الملكية السامية والعمل المؤسسات الدؤوب للجامعة الملكية لكرة القدم ولطاقم فريقنا الوطني وعلى رأسه الناخب الوطني الموفق، وكذا روح البذل والعطاء والاستماتة التي عبر عنها اللاعبون الأبطال سواء بأدائهم وانضباطهم أو تكامل إرادتهم ومهاراتهم وذكائهم. فهنيئاً بهذه اللحظة التاريخية في مسار تاريخ المغرب الحديث والمعاصر. هنيئاً لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية. هنيئاً لعاهلنا الكريم ولشعبنا الوفي
ولشبابنا المغربي الطموح التواق إلى الحضور والعطاء والبذل خدمة لبلادنا ولصورتها المضيئة في العالم. وشكرا لجهود أبطالنا ولجميع أفراد الطاقم الوطني لفريقنا المظفر. والشكر موصول إلى جميع أشقائنا العرب وأصدقائنا الأفارقة ومن مختلف أنحاء العالم الذين دعموا وساندوا وعبروا عن مشاعر فياضة من المحبة والتعلق والتقدير. وإن شاء الله نتطلع إلى مزيد من الأداء والعطاء والمضي نحو المستقبل المشرق في كرة القدم وفي باقي الرياضات